من داخل هذا الصرح الرياضي العملاق كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية، بحيي حضراتكم جميعا. النهارده احنا موجودين في مكان اللي بيجمع بين العلم والرياضة والدراسة بالتحليل، حيث تصنع الأرقام وتحلل الدراسات وتبنى الأسس العلمية لأداء رياضي متكامل. النهارده لقائنا هيكون مع معمل علوم الرياضة. تعالوا بينا نقرب للمشهد أكتر وندخل نتعرف على كل ما هو جديد داخل معمل علوم الرياضة. تعالوا بينا. من داخل معمل علوم الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية، بحيي حضراتكم جميعا. والنهارده معانا لقاء هام جدا مع الأستاذ الدكتور محمد زايد، مدير معمل علوم الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين وأستاذ الميكانيكا الحيوية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. حضرتك مشرفنا النهارده، واكيد عاوزين نعرف من حضرتك معلومات كتير جدا عن معمل علوم الرياضه بكليه التربيه الرياضيه للبنين. كلمني حضرتك عن امكانيات المعمل اللي بيوفرها للطلبه والباحثين. هو معمل علوم الرياضه في كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعه اسكندريه بيوفر امكانيات كبيره جدا للباحثين في المجال الرياضي. احنا عندنا هنا اجهزه كنا حصلنا عليها من خلال كذا مشروع، قدرنا ان احنا نجيب الاجهزه دي الكليه ونصمم المعمل اللي قدام حضراتكم. المعمل بيحتوي على اجهزه خاصه بالبايوميكانيك والسيكولوجي والفسيولوجي، وبالتالي احنا بنقدر نغطي جميع العلوم الاساسيه في الرياضه. الباحثين في كل المجالات دي بتيجي هنا عندنا المعمل عشان تعمل قياسات بحثيه خاصه بابحاث، سواء في ابحاث الماجستير او الدكتوراه او ابحاث الترقيه زي الاستاذ المساعد او الاستاذيه. من اشهر الاجهزه هنا عندنا واهمها اجهزه البايوميكانيك، زي جهاز تحليل الثلاثي الابعاد 3 دي دايمنشن سيمي موشن اناليسيس، وده جهاز الماني. احنا رحنا المانيا واتدربنا عليه هناك على الجهاز ده، وقدرنا فعلا نتقن الجهاز، وقدرنا ان احنا نوفر حاجه زي كده للباحثين عندنا في الكليه، وقدرنا نعمل قياسات كبيره جدا ومجموعه ابحاث كبيره جدا باستخدام الجهاز ده. الجهاز عباره عن 8 كاميرات مع سوفت وير سيمي موشن اناليسيس، بنقدر نعمل عليه تحليل ثلاثي الابعاد لجميع الرياضات عندنا، سواء في الرياضات القتاليه زي التايكوندو والكاراتيه، او في الجمباز. يعني النهارده كان معانا لاعب باليه في المسرح المصري مع وليد عوني، هو قدامنا اهوت. ده كنا بنعمل له عمليه تقييم لبعض الحركات اللي بتتم، وده تعاون بين كليات التربيه الرياضيه وبين كليات اداب قسم المسرحي. وده برضه كان دي من الحاجات اللي هي اللي بينادي فيها العلوم الحديثه، ان يبقى في اشتراك بيننا وبين كليات ثانيه في الجزء البحثي او العلمي. من الاجهزه برضه عندنا حاجه اسمها زي ما انتم شايفين في الارض كده، اسمها كورس بلاتفورم. والكورس بلاتفورم من الاجهزه المهمه جدا خصوصا في المجال الرياضي. لو انا بقيم اللعيبه زي الباسكت بول او الفوتبول، الهايت او الارتفاع اللي ممكن يوصله اللاعب، الجراوند اكشن فورس، قوه دفع من الارض وبيطلع قوه دفع قد ايه عشان يوصل لاعلى ارتفاع. كمان الامباكت وهو نازل بارتفاع بينزل على الجهاز بيحصل تصادم، فكل ما التصادم ده يقل ده مؤشر لتقليل الاصابه عند اللاعب. مش كده بس، انا ممكن احط الاثنين فورس جنب بعض واشوف الدفع سواء الرايت ليج او الليفت ليج من اليمين او الشمال، عشان اشوف هو اللاعب هو عنده بالانس في الدفع بتاعه ولا عنده اختلافات بين الرجل اليمين او الرجل الشمال. طبعا في حاجات كتيره جدا بتخش فيها الفورس بلاتفورم زي الجيت اناليسيس، ان انا بحلل المشي، خطوه المشي، ودي مهمه جدا للناس في مجالات الاصابات، ان قبل البرنامج التاهيلي يقدر يقيم الجيت اناليسيس عن العينه بتاعته قبل البرنامج اللي بيعمله، وبعد البرنامج هو اتحسن بقدر قد ايه مع التحليل الثلاثي الابعاد. من الاجهزه المهمه برضه جهاز تسجيل النشاط الكهربي للعضلات. ده الترانسميتر بتاعه، ده بيتحط الكترود موجب وسالب بيتحط على الماسلز، على العضلات، مثلا عضله زي البايسبس مثلا، بنبدا نسجل النشاط الكهربي بتاعها. من خلال النشاط الكهربي بعرف مقدار العمل العضلي اللي بيحصل من العضله، ولو عندي هنا مثلا عضله اجنست وانتاجونست، عضله عامله وعضله مقابله، اعرف النسب اثناء العمل العضلي. هل النسب دي فعلا نسب ستاندرد، هل النسب دي نموذجيه ولا لا، عشان اقدر اقول ان اللاعب بيأدي بمثاليه ولا عنده خلل في النسب
بين العضله العامه والعضله المقابله، فبالتالي محتاج تدريبات عشان اوصل للنسب المعقوله اللي ما تسببلوش اصابه وتزود من ادائه المهاري. زي ما هنا احنا شايفين كده، ده شكل الماسلز واماكن وضع الالكترودات بجهاز الاي ام جي. كمان في حاجه ممكن اقيسها السيمتريك، اللي هو التماثل بين الجانب الايمن والجانب الايسر في نفس العضله. يعني مثلا عضله زي مثلا مجموعه الكوادرسيبس، عضله فيها اسمها ريكتس فيمورس، لو العضله دي قوتها اكبر من العضله دي بنسبه اعلى من 10%، هنا بيبقى في خلل في البالانس عند اللاعب، وممكن دي تاثر على اداء الرياضي. فاحنا بنقدر نقيم كل الكلام ده عن طريق الاجهزه اللي حضرتك شايفينها في المعمل. طب يا دكتور، هل يا ترى الاجهزه اللي موجوده هل تخدم قطاع الرياضه فقط ام هناك قطاعات اخرى بيخدمها معمل علوم الرياضه؟ لا، احنا بنخدم قطاعات متعدده، لان الرياضه اصلا المجال التربيه الرياضيه او مجال علوم الرياضه هو مش مرتبط بالرياضه بس، لا هو كمان مرتبط بمجال التاهيل او العلاج الطبيعي. يعني انا كان عندي اخر مره هنا دكتور من كليه علاج طبيعي كان بيشتغل على الاصابه بتاعه اصابات الشولدر الكتف، وايه المسببات اللي بتحصل نتيجه التكنيك الاداء الخاطئ عند اللاعب بيسبب اللي بيحصل دايما اصابه عنده متكرره في الشغل. برضه في كليه هندسه كان حد بيعمل نموذج لروبوت، فكان لازم يعمل محاكاه هنا 3 دي دايمنشن عن طريق السيستم السيمي موشن، وبياخد النتائج الريزلتس اللي بتطلع ويبدا يغذي بقى البرنامج عنده عشان يصمم روبوت او يصمم اجهزه معينه او يصمم معادلات رياضيه. فبيبدا يعتمد علينا هنا وهندسه او كليه هندسه عشان يقدر يعمل حاجه زي كده. فاحنا مجال العلاج الطبيعي ممكن نتعاون معاه، مجال الهندسه نتعاون معاه، اداب مسرحي النهارده زي ما بقول لحضراتكم معانا حد اهوت بيشتغل معانا في المعمل بنعمل له تقييمات، وده مرتبط بالاداءات المسرحيه لانها حركات في الاخر حركات رياضيه بتتركب بشكل ما عشان تنتج انتاج مسرحي. فكل ده نقدر نتعاون مع كليات ثانيه، وفعلا المعمل هنا مش بيقدم بس خدمه لقطاع اسكندريه فقط. كليه التربيه الرياضيه اسكندريه، انا في ناس جات لنا من القاهره، من التربيه الرياضيه القاهره، من جامعه حلوان، في ناس جات لنا من كفر الشيخ، في ناس جات لنا من جامعه طنطا، في ناس من الزقازيق، في ناس من المنيا. فاحنا بنقدر نقدم خدمات لجهات كتيره جدا وكليات مختلفه في مصر، مش لكليات التربيه الرياضيه بس، جامعه اسكندريه او الكليات الخاصه. لا، في ناس بتجينا من 6 اكتوبر، جامعه 6 اكتوبر في حد جالي عمل شغل هنا، في اطباء بعتوا لي كيسز او حالات اللي هم عندهم شلل نصفي عشان نعمل لهم جيت اناليسيس او تحليل مشي، وياخدوا الريبورت ده يبدا يقيم عليه الحاله اللي عنده عشان يقدر يحط لها البرنامج العلاجي المناسب ليها. كمان يعني في وليه امر تواصلت معايا بتجيب لي بتاع مثلا لعيبه جمباز عايزه تعمل لها تقييمات، سواء تقييمات التوازن العضلي او التوسع العضلي عشان تعرف ازاي توجهها في التدريب بشكل سليم. فاحنا بنخدم اللاعبين، بنخدم الباحثين، بنخدم مجال العلاج الطبيعي، مجال الطبي، كل ده بنقدر نقدم خدمات متعدده عن طريق المعمل. يمكن احنا دايما بنقول احنا في عصر التكنولوجيا والميديا الرقميه وعصر الذكاء الاصطناعي. حضرتك ذكرت ان فعلا في ناس بتصمم روبوت وبتيجي هنا تعمل قياسات، فهل فعلا المعمل مؤهل بالتأهيل الكافي اللي يؤهل اي باحث بيعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ان هو يستفيد من امكانيات هذا المعمل بهذا الشكل وبهذه الاجهزه الرائعه اللي فعلا بتخدم قطاع كبير زي ما حضرتك قلت، لدرجه ان احنا تخطينا محافظه الاسكندريه وبدانا نتخطى محافظات اخرى. هل بالفعل المكان على قدر من التاهيل ان هو يستقبل كل هذه القطاعات والتقنيه الحديثه استخدامها؟ احنا طبعا اوريدي كان في لقاء قريب مع ناس في الاي اي الذكاء الاصطناعي متخصصين، وحتى انبهر قال لي انا مش مصدق ان في معمل زي ده موجود في جامعه اسكندريه، وكان مبسوط جدا. كنا مبسوطين حتى دعينا ان احنا نعمل مشاريع مشتركه مع بعض تبع الاريسماس او تبع الاتحاد الاوروبي ان احنا نعمل حاجه زي كده. وطبعا احنا بنقدم الخدمه دي، هو بيبقى ليه جزء معين هو عايز ياخده يغذي بيه الذكاء الاصطناعي اللي عنده او الداتا بيز اللي هيحصل عليها، فهو بيحصل عليها من خلال امكانيات المعمل المتاحه من الاجهزه. طبعا احنا بنحلم بحاجه اكبر من كده، لان مش دي النقطه النهائيه للاجهزه اللي موجوده. الاجهزه دي طبعا احنا في عام 2025 التطور الفظيع العلمي موجود كل يوم. يعني 3 دايمنشن ده اللي بنشتغل بيه، في حاجه اسمها ريفلكتد ماركر او ماركر عاكس. دلوقتي لا، ان ماركر لسه ما فيش ماركر خاص بيتحط، دي حاجه ثوره في التحليل الحركي. يعني احنا بنحلم بسيستم يكون عندنا بالامكانيات دي. في حاجات طالعه ويريبل تكنولوجي، حاجات مرتديه ممكن تكون فيها سنسور يبدا يسلك حاجات بشكل مباشر. فاحنا بنامل ان احنا نطور المعمل بحيث يغطي كمان حاجات اكتر من كده،
ولان في احنا بقى بسبورت ساينس لاب او معمل علوم الرياضه، لان الكليه اصلا خلاص المفروض المسمى اسمه علوم الرياضه. فعلوم الرياضه لازم يكون عندي لكل علم ما يغطيه من اجهزه حديثه نقدر من خلالها نعتمد عليها في تطوير البحث العلمي، في تطوير القطاع الرياضي، في المشاركه مع كليات اخرى في جامعه اسكندريه زي كليات هندسه وكليات علاج طبيعي وكليات الطب، اللي احنا نقدر نعمل ابحاث مشتركه وبرامج مشتركه. وده الاتجاه الحديث اللي موجود دلوقتي في جامعه اسكندريه، ان يبقى في برامج بينيه بيننا وبين كليات ثانيه او جامعات ثانيه. وده اللي بنحلم بيه طبعا، يكون عندنا معمل يليق بكليه تربيه رياضيه جامعه اسكندريه ويليق بجامعه اسكندريه، لان احنا رواد، انا اقدر اقول كده ان احنا المعمل بتاعنا رائد بالنسبه لمصر. بس طبعا مش عايزين نبقى فقاعه ان احنا نعتمد ان احنا دي الامكانيات المتاحه. لو ما طورناش من نفسنا هيجي وقت الاجهزه دي لها عمر افتراضي، لها وقت معين زي الموبايل، زي كل مدى ما بيطلع حاجه احدث، فاحنا لازم نكون ابديت. فلازم نشوف يعني نامل ان جامعه اسكندريه توفر لنا فند او مشاريع تمول لنا الحاجات دي، او ناخد مشاريع تبع الاستداف او الارسمس ان احنا نطور اكتر من المعمل اللي موجود عندنا. يمكن دي خير رساله حضرتك وجبتها في الاخر، وبالفعل احنا بنوجه رساله ان احنا فعلا في جامعه الاسكندريه احنا قادرين على مواكبه التطور، قادرين بامكاناتنا. حتى لو قلنا ان امكانات المعمل بهذا الشكل او بهذه الكيفيه، فنحن لازلنا لدينا المزيد والمزيد نحو التطوير ونحو التجديد ونحو مواكبه العصر الحديث والتكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي. سعدت وشرفت جدا بمقابله حضرتك يا فندم، واكيد على وعد بلقاءات عديده مع حضرتك ومع الساده الباحثين اللي احنا شايفينهم منورينا النهارده، وفعلا احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك. شكرا لحضرتك، ونعمل فعلا ان يبقى بدايه جديده ان شاء الله للتطوير، وان احنا نحلم ان كليه التربيه الرياضيه بس ما تكونش الاولى هنا على المجتمع او في المجتمع المصري، لا احنا عايزين المجتمع الشرقي اوسطي وعلى المجتمع العربي وكمان المجتمع العالمي. ان شاء الله نكون في المقدمه ان شاء الله، نامل كده في المستقبل القريب نقدر نطور اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي. شكرا لحضرتك وشكرا للساده المشاهدين، شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا.